السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ دلوقتي هنعمل معاكم وصفة جديدة ان شاء الله، حاجة حلوة وكويسة. تعالوا بس طالبة منكم اللي انتوا تشتركوا لي في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير واشتراك في القناة، وان شاء الله هتلاقوا رابط التيك توك في صندوق الوصف. خشوا عليه وابعتوا لي على انستا على اي وصفة انتوا عايزين نعملها لكم، ابعتوا لي على انستا. وتعالوا دلوقتي نخش على المقادير. 3 وحدات كيوي، سفندية، دي فراولة، تمام. وده فانيليا، كيس جيلي، معلقتين نشا، واربع معالق دقيق، 4 مكعبات زبدة، كوباية سكر، دي كيلو حليب، تمام. ودلوقتي هنشوف مع بعض المقادير، هنحط ايه على ايه وهنعمل ايه مع بعض دلوقتي. بصوا يا حبايبي، انا دلوقتي قطعت معاكم اهوت الكيوي والفراوله والسفندي بالطريقه ديت، تمام. انتوا اي نوع فاكهه، الفاكهه دي اختياري، اي نوع فاكهه انتوا عايزينه قطعه. دلوقتي انا جبت ميه ساقعه كنت متلجه، حطيتها في الطبق وهشطب بيها الطبق وهفضيه الميه دي عشان اما اجي ارص الفواكه دي، الفاكهه اما اجي ارصها ما تتزحلقش مني. هرصها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. التشكيل ده ذوق واختيار. مش شرط تمشوا بنفس الحاجات اللي انا عاملاها ولا بنفس الرسمه اللي انا بعملها. انتوا كل واحد، وانا بديكم الفكره وانتوا بتعملوا اللي انتوا عايزينه. يعني انا بس بعرفكم تعملوا ايه في ايه، وانتوا بعد كده اختياري. الرسمه دي اختياري، تمام. اديني بحط الفراوله زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي كده، ماشي. هكمل بقى الطبق وارجع لكم تاني. بصوا هنا انا رصيت ايه الفاكهه زي ما انتوا شايفين كده، تمام. زي ما انا رصيتها كده هي هتترص معاكم لما تيجي تعملوها. هخشيل بقى الطبق وهدخله التلاجة، وهنشوف ايه تاني هنبتدي فيه بعد كده تاني مع بعض. هنا جبت حله حطيت فيها كيلو حليب، نزلت بمعلقتين نشا، تمام. وهنزل بال4 معالق دقيق اهوت. وبعد كده هنزل بالسكر، وهاخد الحله بقى بعد ما اقلبها خالص والدقيق والنشا والسكر ادوبهم خالص كويس قوي مع بعض. هفضل اقلب بقى كده. بعد ما فضيت السكر هقلب بقى بالمضرب زي ما انتم شايفين كده لغايه لغايه الدقيق والنشا والسكر ما يدوبوا مع بعض. وبعد كده هاخد الحله وارفعها على النار. هنا بصوا انا ابتديت اقلب فيها على البوتاجاز على النار لغايه ما عامله كده تخينه معاكم زي ما انتم شايفين. بعد كده نزلت بال4 مكعبات زبده وحطيت رشتين فانيليا او نقطتين فانيليا، مش هتني اقلب لغايه الزبده دي ما تختفي خالص. وبعد كده اخد الصوص ده اللي انا عملته، المهلبيه اللي انا عملتها دي، ونشوف هنعمل بيها ايه. دلوقتي انا شلت المهلبيه من على النار وسبتها تبرد، وهنعمل مع بعض ايه الجيلي. الباكو الجيلي بياخد 4 كوبايات ميه، 2 سخنه واتنين ساقعه، ده معروف. فانا دلوقتي مش هحط الا كوبايتين بس، كوبايه سخنه وكوبايه ساقعه، وهحط معلقه جيلاتين، تمام. وهدوب الجيلاتين مع الجيلي مع الميه السخنه مع كوبايه الميه السخنه مع بعض لغايه ما يدوب خالص، ماشي. وبعد كده هنزل بكوبايه الميه الساقعه. اديني حطيت الجيلي اهوت، الجيلاتين سوري. حطيت معلقه الجيلاتين، تمام. وهدوب فيها لغايه ما تدوب خالص. وبعد كده هنزل عليها بكوبايه الميه الساقعه، تمام. وهفضل ادوب فيها لغايه ما تدوب خالص. وبعد كده هنشوف هنعمل مع بعض ايه تاني. بصوا يا حبايبي، انا هنا طلعت الطبق من التلاجة اهوت، والمهلبيه خلاص هديت. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بالمهلبيه واحده واحده علشان خاطر الفاكهه ما تتحركش من مكانها. في ملحوظه عايزه اقولها لكم، انتوا لو عايزين المهلبيه بس مع الفواكه وتدخلوها التلاجة لما تسقع تاكلوها بألف هنا وشفا، تعملوا الطبق لاخره. عايزين تحطوا طبقه الجيلي اللي انا هحطها دلوقتي، تمام. امسكوها ايه، سيبوا مسافه في الطبق خلاص. اعمل انا بقيه الطبق وهرجع لكم. بصوا حبايبي، انا دلوقتي بعد ما حطيت المهلبيه سبتها شويه لغايه ما عملت طبقه كده قشره. جيت انا بقى جايبه، كان الجيلي هدي عندي خالص زي ما انتوا شايفين كده. جبت معلقه مع الكبشه وبنزل بالراحه عشان خاطر لو نزلت بالكبشه بس لوحدها هتقوم المهلبيه لسه طريه معايا ما جمدتش، فهتقوم تعمل اخرام، فهتبص تلاقي الجيلي سقط تحت. فانتوا امشوا واحده واحده بالراحه زي ما انتوا شايفين انا بعمل كده. وبظهر والمعلقه يكون ظهرها للكبشه عشان خاطر تنزل الجيلي ينزل بالراحه خالص، تمام. وبعد كده هدخلها التلاجة ونشوف بعد ما تسقع هنعمل ايه تاني مع بعض. هنا بقى هسلكها اهي جبت السكينه وهسلكها، تمام. هلف بيها بالراحه كده خالص كده، اسلك الحروف بتاعتها. وبعد كده هجيب طبق اهوت، واجي ايه ماسكاها قلباها، وانتوا بتقلبوها بس بالراحه. ونصيحه يعني، على ان التعب اللي شفته في الطبق ده قبل ما طلعت، لو ما تبقى في طبق اغوط من ده هيبقى احسن.
انا ندمت اصلا انا عملتها في الطبق ده، بس عادي يعني تمام، هي هتبقى بقى كويسه وجميله وكل حاجه، بس الطبق الغويط هيبقى احسن. اطلعها بقى اعملها معاكم بقى، اطلعها من الطبق يا رب ان شاء الله ما تكسفنيش وتطلع باذن الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم اهيت. طبعا لو في طبق اغوط من كده هتدي شكل احسن من كده كمان. انا كان عندي هنا فاكره وحده الكيو اللي كانت باقيه معايا من الاول، سبتها ضربتها في الخلاط وبعد كده حطيت على معلقه نشا ولفتها وجبت عاملاها بالشكل ده، وكان عندي باقي جيلي من الجيل اللي انا حطيته على التورتايه اللي انتوا شايفينها دي تمام. عملت الكاس قلبته كده على الجنب، ولما تلج خالص وجمد الجيلي جيت حاطه عليه والمهلبيه كانت هاديه خالص ومفيش اي سخونيه فيها، جيت مفضياها. عايزه اقول لكم طعمها رهيب جدا وفي نفس الوقت شكلها حلو، وتتقدم في اي عزومه في اي عياد ميلاد في اي حاجه، وان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم باذن الرحمن. متنسوش تشتركوا في القناه وهتلاقوا رابط التيك توك في صندوق الوصف باذن الرحمن. الوصفه تكون عجبتكم. اشوفكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Making raindrops, tick tock.